السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير كده وبصحة وسعادة دايما يا رب. كل جمعة وانتم طيبين. احنا النهارده ان شاء الله ناويين نعمل حاجة جميلة خالص، اللي هو الايه، محشي البمبار او المصارين زي ما انتم بتسميه، بس احنا بنقول عليه ايه، البمبار. غسلنا الرز هون جميل اهون وزي العسل، ورحنا اللهم صل على النبي جايبين الخلطة بتاعتنا فلفل على توم ونازلين عليه كده هون. ومعايا الخضرة، بحب الخضره الكتير، جبت حوالي ب20 جنيه. عارفين الدنيا غلا، على حسب الايه، الكميه اللي انت بدك تعمليها. ورحت اللهم صل على النبي جايبه الصلصه بتاعتي، طماطم صلصه عاديه، بصل على حبه زيت على الطماطم، وحطيت الثوم والفلفل الاسمر، الملح والفلفل الاسمر فيها. وابدا ان انا ايه اهي، يبقى دي توم وفلفل والخضره مشكله والايه والصلصه. ابدا ان انا اقلب في الايه، في الخلطه بتاعه البمبار كده. اللهم صل على سيدنا محمد. صلصه عاديه خالص، تخرط البصله وبعد كده تروحي نازله بالطماطم، وتحطي الثوم، وتحطي اللهم صل على الكمون والفلفل الاسمر بتاعك الايه اللي انت عايزاه. وبعد ما احنا هنحط الخلطه دي كده، هنروح نشوف خضره عامل ازاي، يعني هنضوجه. هو هيكون عايز كمون او ملح او كده. معلش ان انا بشتغل بايدي كده، انا بحب اعمل كل حاجه ايه بايدي، مش بجوانتي ولا اي حاجه. اهو ما شاء الله احمر وجميل اهو. لان محشي البمبار بحب ان هو يكون ايه، الرز بتاعه احمر شويه اهو. ما شاء الله شايفين اهو. نبدا ان احنا نقلب كده، شايفين حماره جميل خالص ازاي. طبعا فرزه الطماطم عندي مش اشتريتها في الغلا ده، لان كيلو الطماطم النهارده ب35. فاحنا قلنا نخزن اي حاجه نلاقيها في السوق في الرخا، نخزنها عشان هتنفعنا كتير خالص. ربنا يرفع عن امه الاسلام يا رب، ويدخل بيوت الاسلام اللهم امين يا رب. شايفين كده المنظر جميل ازاي واحمر زي العسل. نشوف بقى كده حجه عامل ايه. اللهم صل على النبي ممتاز. بس هنحط شويه ملح برده، كمون صغيره كده اهو. انا حاطه الكمون بتاعي والفلفل الاسود. ولو انت عندك صلصه من اللي هي المعلبات وعايزه تحطي، مش في اي مشكله، بس انا بقول كده ان هو ايه ما شاء الله اهو. نبدا ان احنا بقى ايه، نشطف ايدينا كده ونحشي ايه المحشي بتاعنا. يبقى احنا جبنا البمبار اهو بتاعنا ما شاء الله، غسلناه غسله حلوه، شايفين ابيض وجميل خالص ازاي. يعني بعمله على ظهره، فاروح اجيب صابعي كده، وهو لو انت عايزه ايه تجلبيه. في ناس بتحبه على وشه وفي ناس بتحبه على ايه اهو. اروح جايبه كده واروح جلبه كده اهو. جلبانه سهل خالص، وممكن تجيبي قلم تروحي تانية نصه كده. فانا بروح جايبه صابعي زي ما انتم شايفين اهو. هعدله لكم تاني اهو. يلا بقى ان احنا نشوف هنحشي ازاي، علشان في كذا واحده طلبته مني، وانا ايه حبيت ان انا اجيبه واحشي قدامكم. بسم الله ما شاء الله اهو. بس اهم حاجه في البمبار ان انت مش تمليه، علشان مش يفرجع في الحله ويبقى الحله كلها ايه رز ويلزق في ايه، في قعر الحله اهو. لو عايزه تعملي البمبار كله وصابع واحد وتعملي زي فواصل كده وتبقى تقطعيه بعد ما تسويه مش مشكله، بس انا الصراحه بحب ان هو ايه يبقى ايه صوابع كده. نبدا ان احنا نحشي كده ونوريكم اول صابع، ونبدا ان احنا نحشي بقى الكميه ونبقى ايه نوريكم. يا دوب كده حاجه بسيطه خالص، وهو ما شاء الله بيروح ايه مالي زي نفسه كده في الايه الصابع اهو. شايفين يا دوب بطبطه كده، ونسيب من هنا فاضي ومن هنا فاضي، بحيث ان هو لما الميه الساخنه تشوفه يروح ايه يعتبر ايه قافل على الرز كده. يبقى كده اول صابع. نبدا ان احنا نحشي الكميه ونوريكم ايه احلى بمبار. وكده بسم الله ما شاء الله يعتبر خلصنا الكميه هي، والرز الكتير طبعا مش هم على قد دول. حشينا معانا الباذنجان دي، وحشينا معايا حله محشي كرنب اهو. وسيبنا برده الصبع الاخير ده علشان ايه اوريهولك، علشان مش وريت الا صبع واحد، فقلت برده ايه، فروحت عامله هنا كده واروح نازله بالايه بالرز في منتهى السهوله اهو. شايفين اهو بسرعه كده اهو. مش بياخد دقيقه واحده بس في الحشي ما شاء الله اهو. بصوا بدل الصابع حلو كده وانت جايباه من واحد مضمون، بيبقى الايه البمبار تخين وحلو اهو. نضف كده من الرز ونحس ان احنا ايه عايزين ايه، هنا فاضي وهنا فاضي كده، ونمسح كده زي على قد ما نقدر، ونروح رصينه، ونروح بقى حاطين الميه بتاعتنا ونوريكم هنعمل ايه. يبقى بسم الله ما شاء الله كده حطيت حله وحطيت فيها ميه، ورحت حاطه فيها حبايه طماطم والبصل بتاعي والكمون والملح والايه وورق الغار اللي هو ورق الايه الراوي. ولو عندك اي حبهان او اي حاجه او اي نكهات تاني حطيها براحتك خالص. يلا دلوقتي نشوف هنسقط البمبار ازاي، وهنوريكم تريكه كده جديده هتعجبكم خالص، وهتقولوا فعلا هو كلامها صح. الميه غلت على البوتاجاز، روحي جايبه الكاتل ده وروحي جايبه البمبار كده هو، وروحي تنزلي عليه بالايه
اهو شايفين علشان ايه؟ ياخد الوضع بتاعه، علشان مش ينزل الرز، ينزل الرز في الايه؟ في الحله خالص. اهو شايفين؟ شايفين شكله اتغير ازاي؟ يعتبر هو كده وقف على ايه؟ على شكله اهو كده. الميه السخنه شايفين خلته ناشف وجميل، ولا يطلع رز من هنا ولا من هنا، ولا محتاج ان انت تربطيه ولا اي حاجه. كده خلاص هنطلع واحد واحد كده نحطه في الحله ونوريكم. يبقى كده الميه في الحله فيها بهاراتها وكل حاجه، وكده الرز خلاص مش هينزل في الحله علشان مش يلزق. اهو انتوا شايفين من غير حله تفور ولا اي حاجه. ولو مش عامل كيكات ممكن تحطيها في حله تاخد الوضع بتاعها. وشايفين اهو كده خلاص الرز من هنا كتم ومن هنا كتم خلاص اهو. استحاله يعمل ايه؟ ينزل رز منه اهو. نستنى بقى عليه بقى، نهدي النار كده بدل الميه فورت او الميه غلت زي ما بتقولوا، ونروح ايه على الهادي كده تستوي براحتها خالص. هيبقى بمبار في منتهى الروعه، نحمره ونوريكم احلى بمبار لاحلى ناس. شايفين التركه الجديده دي جميله خالص ازاي اهو. زي ما انتم شايفين يعتبر هو شبه استوى كده، لا بدل ايه لما اهو. ما شاء الله بألف هنا يا رب. ولو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا مش تنسي تحطي لي اشتراك ولايك، اكون جزيلة الشكر يا رب. كده دايما دايما كده اكون تحت حسن ظنكم. معلش فيديوهاتنا بسيطه على قد الايد، وان شاء الله هنكبر بيكم وليكم ونوريكم بقى لما البمبار يستوي كده ونطلعه ونحمره لايه لاحلى ناس. يبقى كده بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله استوت. وبصوا مش فيها اي رز من تحت خالص، بصوا ولا واحده انفتحت. شايفين اهو مش بكدب عليكم ولا في اي كلمه اهي. بصوا اهو شايفين اهو البصل والبهارات اللي احنا حطيناها مفيش فقط غير والله اهو. شايفين تجربه تانية عشان مش تقولوا بكدب عليكم اهو. اللي بيحصل بوريه لكم اهو اهو ما شاء الله. يبقى كده استوى. حط يعني يبقى فضل كده حوالي بتاع ساعه على البوتاجاز اهو. يلا بقى نحمره في حته سمنه بلدي كده ونوريكم احلى بمبار ونقدمه لكم على السفره. يبقى حاجه ايه جميله وحاجه ممتازه. ثانيه جنب. يبقى بسم الله ما شاء الله. روحي جايبه معلقتين سمنه هم وحبه زيت بسيطه خالص. السمنه البلدي بتدي نكهه، وبرده لو مش فيه عادي تتحمري بزيت بكون. بسم الله ما شاء الله. خلاص كده يعتبر السمنه بالزيت انجرح اهو. نرصها كده رصه حلوه عشان الطاسه تاخدهم كلهم. شايفين هي احجام يعني ساخنين كده فيها. نرصها رصه كده مظبوطه اهو ما شاء الله اهو. ولا واحد صراحه سبحان الله انفتح اهو ما شاء الله. تمام كده وزي العسل. سخن طبعا والله لسه مطلعاه من النار معايا طبعا ايه. نمسك حبايب ايدنا كده افضل كميه كده هنعملها ونوريكم اللون ايه اللي المفروض. يبقى كده بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون اللي احنا عايزينه اهو ما شاء الله زي الفل اهو اهو زي العسل. بس صراحه بنتي خايفه تجرب على بالكاميرا يعني على التصوير فبوريها لكم. بصوا شايفين الروعه والجمال. يلا بقى نطلع مع بعض كده ونوريكم ايه البمبار ايه جميل. يبقى كده بسم الله ما شاء الله. شايفين هو ده البمبار جميل خالص وشكله روعه خالص. يا رب يعجبكم كده وتجربوه وتقولوا لي رايكم. مش تنسوا التكيه بتاعه الماء المغليه دي بتوفر عليك ان انت مش تلاقي رز كتير. والشوربه زي ما انتم شفتوها تمام مش فيها اي رز مش فيها اي حاجه لازقه خالص. الف هنا وصحه. يا رب تنولوا اعجابكم. زي ما تعودنا مع بعض نسيب بعض على لا اله الا الله.